نجوم وجبنا، مخرج كبير وجبنا، ورق حلو واشتغلنا، والفيلم ما جابش ايرادات. بس انا املي الوحيد ان هو لما يتعرض في التلفزيون ينجح ان شاء الله. خد لك يلا، هو اكل عيشنا، خد لك لقط. لقطة ايوه زميلي، خد لك لقطة 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 طفرة في جيلي، ايوه انا فلتة فلتة فلتة. لقطة ايوه زميلي، خد لك لقطة 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 في الحلقة، ايوه فاكك انا الشفرة شفرة شفرة. احلى مسا عليك يا صحاب، وحشني جدا 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 جدا. الحلقه ديت انا بتكلم عن افلام نزلت في السينما، كان منتظرين منها فيدباك ومنتظرين منها مردود على المستوى الانتاجي كبير وما جاش. افلام فيها نجوم، ورقها كويس جدا، اخراجها كويس جدا، ومع ذلك الافلام دي ما نجحتش في السينما بس نجحت في التلفزيون. وفي منها اللي ما نجحش هنا ولا نجح هنا. امثله على كده معانا مثلا ليله البيبي دول. ليله البيبي دول فيلم بطوله محمود عبد العزيز، بطوله جمال سليمان، محمود حميده، نور الشريف، جميل راتب، ليلى علوي، عزت ابو عوف، علا غانم، غادة عبد الرازق. لا يعني معانا من ضيوف الشرف اللي فيه محمود الجندي ونيكول سابا. الفيلم دوت اخد جوائز في مهرجانات عالميه، بس في السينما وفي دور العرض محققش اي نجاحات خالص. وده كان اخر فيلم لشركه الانتاج ديت تنتجه، لان الشركه بعدها فلست. ومع ذلك قلنا ان الفيلم ده هيتنصف شويه، ان هو بمجرد ما ينزل في شاشات التلفزيون والناس تتفرج عليه في البيوت. وفعلا ده اللي حصل. اول ما الناس اتفرجت عليه في البيوت ما فهمتش الفيلم، ما هي مش مفهومه. مش مفهومه صدقني. مش عشان معاك بطل حلو، مش معاك نجم شباك، ومش معاك نجوم كتير، وورق حلو ومخرج حلو و... طب هو الورق حلو ازاي لما هو ما فهمش؟ بس يعني هو الورق حلو بصراحه، يعني الموضوع كان حلو ولذيذ. ده رأيي الشخصي بصراحة، أنا فهمته. بس المهم يعني خليني أقول لك إن مش كل اللي بينجح في السينما بينجح في التلفزيون، ومش كل اللي بينجح في التلفزيون بينجح في السينما. وهنا نقصد في البيوت. فمثل تاني على الموضوع دوت فيلم شبه بوشكاش. فيلم شبه بوشكاش ما عملش الإيرادات البومينج اللي تخليه لو قلت بوشكاش دلوقتي أنت حافظ الفيلم من أوله لآخره بكل الإفيهات بإفيه إفيه في الفيلم. بس فيلم في السينما ما نجحش. فيلم شبه الحساس سبعة، فيلم دوت نزل اخد جايزه في مهرجان الافلام القصيره اول ما عمل، واتعمل بعد كده فيلم روايه طويله اللي احنا شفناه ببطوله احمد الفيشاوي. والفيلم نزل محدش شافه، ده على لسان مخرج العمل احمد مكي. محدش شافه، بس لما نزل في التلفزيون انا واحد من الناس بحب اتفرج عليه صراحه. فيلم شايفه مسلي جدا، فيلم شايفه على قد ما هو بسيط، على قد ما هو معناه كويس، على قد ما فكرته صايعه ومختلفه وما شفتش حد تطرق ليها اساسا من بعد الفيلم. وفي نفس الوقت ما نجحش في السينما، ما عملش فلوس. وخلينا نقول انت لو مخرج شاطر وهتجيب لي اوسكار بس مش هتجيب لي فلوس، مش هتلاقي المنتج اللي ينتج لك. عشان نبقى متفقين، سعيد حامد مخرج صعيدي في الجامعه الامريكيه، اول فيلم اخرجه هنا في مصر كان حب في الثلاجه. الفيلم ده كان بطوله يحيى الفخراني وعبله كامل. الفيلم دوت فيلم حلو جدا وصايع قوي، وبجد فيلم ايقوني لانه هو بيناقش مشاكل هي لسه موجوده لحد النهارده. بس الفيلم ما نجحش، فاصبح ان هو قعد 8 9 سنين في البيت مش شغال، لان الفيلم اتطبق تحت مبدا الفانتازيا. فيلم سنه 92، يعني ايه دي بيكلم بني ادم رايحين فين؟ فما تفهمش، فقعد في البيت الى ان اتى بقنبله الجيل دوت، وهو فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه. اتى من بعده همام، اتى من بعده افلام كتير جدا لسعيد حامد. هو هنا مخرج يستحق، بس برضه اول فيلم عشان ما جابش فلوس ما اشتغلش بعد كده. زي ما فيلم شبه فيلم ثقافي في وقتها، الفيلم ده حرفيا مهدور حقه. الفيلم ده محدش يعرفه في وقتها. يعني ماشي، احمد رزق، فتحي عبد الوهاب، احمد عيد، نجوم بنحبهم، تمام ماشي اوكي، مالهم بقى؟ عايزين ايه؟ فيلم ماشي، اروح اخش فيلم اي حاجه، مش هخش لهم الفيلم. فهنا خلاص انا الناس ديت انا بحبها بس ما اخشش، ما اروحش ادفع لهم تيكت. ده في وقتها، مع انهم عاملين فيلم، احنا بنتكلم ان احنا في 2025، الفيلم ده ايقوني حرفيا. فيلم عبقري كتابة، تنفيذا، اخراجا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فيلم عبقري.
وعايش معانا لحد دلوقتي 25 سنه، والفيلم ده لسه عايش ولسه مكمل، لان هو بيناقش قضيه محوريه ولسه مكمل معاك، صح ولا ايه؟ بس هي الفكره كلها هنا، مش شرط اللي نجح في السينما ينجح في التلفزيون، ومش شرط الاثنين ينجحوا مع بعض، وممكن فيلم ولا ينجح هنا ولا ينجح هنا، وما تعتمدش على نجومك ولا تعتمد على المخرج ولا تعتمد على المؤلف ولا المنتج. بقول لك ايه، سلمها لله، اعمل فيلم حلو بس انت وربنا هيكرمك وان شاء الله. ولو عملت فيلم حلو اعرف ان ربنا ما رضش ان هو يكرمك دلوقتي، اعرف ان انت مش سالك، يا اما اصبر شويه يا اما اوقف، خد لك لقطة ايوه زميلي خد لك لقطة في الحلقة، ايوه فاكر كان الشفرة